لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. البنك يا رسول الله، البنك يا رسول الله، البنك يا رسول الله. ها، اربطوا على بطونكم بالحجارة واصمدوا، اصمدوا وتحالفوا مع ميليشيات الحوثي. اصمدوا، اقفوا الى جانب انصار الله، الله والرسول والملائكة والإسلام والبشر والحجر والبقر بريئين، أبرياء أبرياء من هؤلاء الحوثيين الذي أهانونا وأوصلوا الجراح والآلام إلى كل بيت. الحين احنا ميتين جوع، 5 أشهر لم يصرف لنا رواتب. أين رواتبنا؟ الحين اليوم هذه الحوثيين فعلوا لهم يعني مهرجان احتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى فضل محمد بن عبد الله على العالمين، الله سبحانه وتعالى فضل محمد بن عبد الله على العالمين، فعل له كرامة، ما هوش بحاجة الزناط والطبال والنهب. الحين الحوثيين والمتحوثين جعلوا يعني ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شماعة في نهب أموال الشعب اليمني وصرف 100 الملايين من خزينة الدولة وتجويع الشعب اليمني بمناسبة ذكرى المولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن يا خبرة قلت الواحد ذو ساير يشتري له شال يعني الشال هذا يطلع قيمته 3 و4 ألف. والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين يعني تدخل الشارع يعني كله بينه رقعة زرقاء ورقعة بيضاء ورقعة صفراء ورقعة سوداء ورقعة يعني كله رقع. بكم الرقعة ذو طلعين؟ بكم الرنج اللي يفعلوه؟ صرفوا 100 الملايين من خزينة الدولة لإحياء هذه الذكرى، وهناك أسر يموتون من الجوع، يموتون من الجوع لا يملكون قوت يومهم. أين الأحرار؟ أين حكومة الدكتور بن حبتور؟ الله لا وفقك من حكومة. يا فخامة الزعيم، الحين أكثر الناس يجوع ويهتان ويتألم ويعني يتعرض لأبشع الإهانة من قبل الحوثيين والمتحوثين وهو صابر، يقول لك إنه يحب الزعيم، يعني يتحمل كل الإهانة من أجل إنه يحب الزعيم، لأن الزعيم يقول لهم تحالفنا مع أنصار الله بدون أن نتحالف. تحالفتم ضد العدوان، يعني العدوان الخارجي، العدوان السعودي، والله إنه يعني شرف، أنا أعتبره شرف. لو ودي لي صاروخ وقتلني أفضل ما أنام وأنا بطني جاوع. 5 أشهر لم أستلم راتب، أنا وغيري المؤسسة العسكرية والأمنية والمدنية 5 أشهر بدون رواتب. تعرضنا لأبشع الإهانات، حتى صاحب البقالة يهينني ويمسح بكرامتي الزفلت. ليش؟ لأنه ما بيزلط. صاحب الفرن، صاحب الماء، صاحب الشقة اللي يعني مستأجر منه، يعني هكذا. أين الزلط؟ أين الرواتب؟ مع المشرفين الحوثيين والمتحوثين. الله أكبر، هيهات منا الذلة، 2 واشتري في الله. إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ شعب إذا لطم الحذاء بخده صاح الحذاء بأي ذنب يلطم. الحذاء صاح. شعب اليمن عليكم أن تصحصحوا وتعرفوا أين الخطأ وأين الصح. جاوعين والله أن الثورة القادمة ستسحق الجميع. ثورة وإرادة شعب، ثورة جياع. الله لا وفقك يا سيد عبد الملك الحوثي، الله لا وفقك يا عبد الرب منصور هادي، الله لا وفقك يا علي عبد الله صالح،
الله لا وفقك يا علي محسن، الله لا وفقك يا حميد الأحمر. 5 أشخاص أوصلوا الجراح والآلام إلى كل بيت. الحين الشعب اللي من يجلس رابط نفسه على 5 أشخاص، شعب إذا لطم الحذاء بخده صاح الحذاء بأي ذنب يلطب.